معنا في اللقاء اللي بنفرح وجود خصوصا في معانا في كل مرة، وفعلا بنستمتع بوجوده معانا في موضوع عن السلام وأعراض السلام والسلام على الأرض. خصوصا بشرحها بقى. أحبائي، سعيد كتير إن أنا أتقابل مع حضراتكم مرة كمان في اجتماعكم الجميل، وقادر أشهد جدا النقلات الحلوة والبركات المتعددة والموضوعات المتنوعة اللي ربنا بيديها لنا في اجتماعنا، وفي تركيز وباهتمام كتير. حقيقة عاوز أتكلم معاكم ما قالته الملائكة حين ظهرت للرعاة وقالوا يلا نقول مع بعض. أنا عاوز أتواصل معاكم قدامنا على الشاشات. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. وحقيقة اسمحوا لي أحط عنوان لرسالة ربنا ليا ولحضراتكم، هو سلام على الأرض أم على الأرض السلام. وأظنك واخد بالك معايا يعني كلمة على الأرض السلام يعني إيه؟ باظت، ضاعت. حوالينا أخبار مزعجة في كل شيء، في الميديا أخبار مزعجة، في الحروب، في الزلازل، في المجاعات، في الغلا. هو في تعويم ولا ما فيش؟ هو في استثمار ولا ما فيش؟ هي بتاعت صندوق النقد الدولي دي هتيجي تعمل ايه؟ وهكذا قلق واضطراب وانزعاج. اللي منزعج بالامراض، اللي منزعج من اخبار مزعجه، اللي انزعاجه جوه البيت، اللي انزعاجه من بره. المره اللي فاتت كلمت مع حضراتكم عن الاحباط وسالت هل في حد فينا عنده احباط؟ وكان السؤال يظهر انه غلط، كان المفروض اقول هو في حد فينا ما عندوش احباط. خليني اسال النهارده، هو في سلام في الايام ديت؟ هو احنا بنتكلم عن المسيح انه رئيس السلام، لكن بجد في سلام؟ بنيجي في الكنيسه ونقول يا ملك السلام اعطينا سلام. ابونا يقول سلام واللي جنب. احنا بنتكلم عن السلام، مسيحيتنا مسيحيه السلام. خليني احكي لك على اسره، مرأة الشونانية، وهي عندها سلام برغم الظروف. أنا مش قاصد أقول وعظة النهاردة خالص صدقني، لكن قاصد لنفسي وليكم يا رب تعالى النهاردة برغم الظروف والألم متعنا بسلام. يقولون في يوم من الأيام أحد الملوك عمل مسابقة عن السلام، وجاب 30 فنان ورسام وقال لهم ارسموا لي لوح عن السلام، واحسن صوره فيكم انا هجيب لها مكافاه حلوه. بعد شهرين جمعوا كلهم في مكان جميل زي كده، كل واحد واقف جنب اللوحه بتاعته. ولد شاب الاولاني رسم بنت جميله لطيفه ماسكه ورده حلوه وبتضحك ومبتسمه، صوره معروفه عنها. صور كتير قوي عن السلام، بس في الاخر في واحد رسم صوره عن الزوابع، امواج، رياح، بحر هايج، شجر هيتقلع، حاجات صعبه، كله بشع. قال له يا جدع انت تعالى، انت عرفت المسابقه عن ايه؟ قال له عارف يا جلاله الملك. قال له عن السلام. فين يا ابن السلام في الصوره دي؟ قال له جلاله الملك السلام في العصفور اللي بيغرد برغم كل اللي حواليه. احبائي، قالها حبقوق فمع انه لا يزهر الدين. انا مش عاوزك تفرح لان الظروف حلوه، لكن بنعمه ربنا نفرح ونعيش في سلام برغم من الظروف الصعبه. فمع انه، يا احبائي اتكسف ان انا اقول، لكن اسمحوا لي اقول انتوا اخواتي، المسيحيه بتاعتنا مسيحيه فمع انه، مش لانه. احنا فرحانين وحاسين بسلام برغم من، فمع انه لا يزهر التين. اقرا معايا من فضلك، يلا مع بعض. في ذات يوم عبر إليشع إلى شونة، وكانت هناك امرأة عظيمة أمسكته ليأكل خبز. كان كل ما يروح ويرجع ويعدي يأكل عندها ويعدي عندها. قالت لرجلها قد علمت أن رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما، نعمل له علية upper room
فوق على السطح صغيرة، ونحط له سرير واخوان يعني دولاب وكرسي ومنارة عشان كل ما يشرفنا يبقى قاعد ومبسوط ومستريح. في يوم من الايام جه وإليشع قال لتلميذه تعالي ابعت لي الست دي. فدعاها وقفت امامه. لا يا ست احنا متشكرين خالص، تعبناكي، ربنا يبارك فيك ويديك الصحة، انت ست عظيمة، احنا تعبناكي، احنا عاوزين نكافئك، عاوزين نديكي حاجة. قالت له انا اشكر الله، ده انا ساكنة في وسط بيتي وفي وسط عيلتي، الملك راضي علي، اشكر الله، انا مش محتاجة حاجة. فنط جحزي وقال له اسمع يا رجل الله، الست دي عندها كل حاجة بس ما عندهاش عيل، ما عندهاش ولد. راح دعاها فوقفت على الباب. لا اسمعي يا ست، احنا في شهر 11 ان شاء الله زي 11 اللي جاي عليك بخير هيكون عندك عيل. قالت له لا بقى ما تضحكش عليا، انا كبرت في السن والموضوع فات خلاص، قولي ربنا يباركك يديك الصحه يطول في عمرك يشفيكي من امراضك، قول كل ده، لكن تقول لي ان انا يخلف، انسى الموضوع ده. ربنا اداها عيل والواد كبر بقى عنده 12 سنه. عاوز اروح مع بابا الغيط. وبعضكم يعرف انه الحصادين ده عيد كبير، يعني يقول لك فلان، كانوا زمان يقولوا فلان ده باع القطن، حد سمع التعبير ده؟ باع القطن يعني كان حاجات الحصاد ده حاجه يعني ايام عظيمه وعيد. وبعدين وهو واقف مع ابوه يا راسي، قال له مالك يا ابني؟ بابا عندي صداع. روح يا حبيبي، جاب واحد من الغلمان، خد الواد وديها عند ماما خدته في حضنها. مالك يا حبيبي بعد الشر؟ يا ماما مصدع. دقيقتين ومات. عاوز اقول لك على حاجه، اعتدنا ان الاولاد يودعوا ابائهم، لكن ان يودع الاباء اولادهم شيء صعب خالص. ممكن اقولها كمان مره، دي الحقيقه. تعودنا باستمرار انه طبيعي انه يعني بابا مات ماما مات، ده الطبيعي ان كل ما الانسان بيتقدم، لكن كون ان الانسان يودع ابنه او حفيده شيء مؤلم للغايه. فصعدت وأضجعته على سرير رجل الله، قفلت الباب وخرجت وجريت على رجل الله. وأول ما شافها قال لها مالك بعد الشر؟ ده احنا مش يوم عيد، ده مش يوم، ايه اللي جايبك؟ خير، في ايه؟ ردي عليا يا ست. أسلام لك؟ سلام. أسلام لزوجك؟ سلام. أسلام للولد؟ سلام. عاوز اكلمك عن المرأة دي في دقايق قليلة. المرأة دي كان اسمها ايه؟ ما قالناش الكتاب اسمها ايه. هي السامرية كان اسمها ايه يا جماعة؟ ما نعرفش اسمها. في شخصيات في الكتاب ما ذكرليش الكتاب اسمها، علشان تنفع تكون كل واحدة فينا النهاردة يكون هو وهي. مش مالش الكتاب في تاريخ الكنيسة، بس ده ما قالوش الكتاب، انا بتكلم على الكتاب ده. طبعا التقليد قال كلام كتير، زي اللص مثلا ما قالش انه يمين ولا شمال، لكن كنيستنا بتقول له كان لص يمين وكان ديماس اللص الطوباوي. اشكرك يا سيدنا نبيل. كانت المرأة دي عظيمة، كانت بيزنس ليدي، يعني شخص سنة عظيمة، عندها فلوس، عندها مركز، جوزها عنده غيط كبير، فدادين، عنده محصول، شغل، وعنده عمال، عنده رجالة، عنده كل ده. بس كانت امرأة حكيمة، وبرغم انها امرأة حكيمة مش تمشي من راسها، لكن تمشي بالخضوع مع جوزها. كلنا اتجوزنا في الكنيسة يا جماعة في سر الإكليل، والكلمة الحلوة اللي بحبها في سر الإكليل، يخضع كل منكما لمين؟ حلوة صاحبه. أصل احنا 2 طالعين رحلة في الحياة اسمها رحلة الحياة، لا أنا بمشي من دماغي ولا هي بتمشي من دماغها. يخضع كل منكما لصاحبه. كانت تستشير جوزها. كانت موجودة في منطقة هادية في شونم، ورغم كده كتاب بيعلمنا الست دي، بصوا معايا، كان عندها زوج، عندها فلوس، عندها بيت، عندها ممتلكات، عندها كل حاجة، بس في حتة ناقصة في حياتها. لو سمحت، لعلي قلت لحضراتكم كتير هذا الموضوع وهو يفرحني،
حبيب قلبي الغالي الرب يسوع لما عمل معجزة ال5 خبزات والسمكتين عمل 3 حاجات. حد يقول معايا؟ شكر وبارك وكسر. هفضل كل مرة بفرح بكلمة كسر. ولا واحد في الدنيا خد رغيف كامل. بنعمة ربنا لفيت بلاد كتيرة ما لقيتش حد خد رغيف كامل. اللي عنده فلوس ما عندوش صحة، واللي عنده صحة ما عندوش أولاد، واللي عنده أولاد ما عندوش فلوس. كل واحد في حتة في حياته مالها مكسورة. يجي واحد يقول أنا ما عنديش فلوس بس عندك ولاد، أنا ما عنديش صحة بس عندك فلوس. كل واحد ربنا قصد قبل ما يدي لك الرغيف تاكله عمل إيه؟ كسر. يجي واحد يقول له أمام الله لما كنت تدوني رغيف كامل أنا مش واكل. طب أنت حر. هو ربنا قصد كده، قصد إن كل واحد فينا يكون في حتة مالها مكسور. لو سمحت صلي معي. يا رب أشكرك لأجل الرغيف المكسور. أنا هاكل وهشبع وهيفضل عني 12 قفة حتى لو كنت واخد رغيف مكسور. عشان كده الست دي مر عليها يومين. اليوم الأولاني كان يوم المنح والعطاء. في يوم تاني اسمه يوم الفقد والألم. أظن كلنا نحب ناخد، مش كده؟ دايما الأخذ بيبقى حلو. لكن قولوا معايا مزمور 23 إنما خير ورحمة. أقول لك أحد القديسين قال كلمة حلوة قوي، قال إن ربنا اداك يبقى خير وإن ما اداكش يبقى رحمة. تاني، إن اداك يبقى إيه؟ خير. إن ما اداكش يبقى رحمة. يوسف المرة دي البير كان ناشف. لما جم إخواته يرموه في البير إيه اللي حصل؟ كان البير ناشف. أنا عاوز بعد إذنكم أصلي وأقول له يا رب أشكرك إنك خليت البير ناشف. إيه رأيك لو كان البير ده مليان كان حصل إيه في يوسف؟ كان غيره. إن كان البير مليان يرويك، وإن كان البير ناشف يحميك. تاني، إن كان البير مليان يعمل إيه؟ يرويك. مبروك بالهنا. وإن كان البير ناشف يحميك. قل له أشكرك لما تديني. بنشكر نبوس الناحيتين. حلو، خير ورحمة يتبعاني كل أيام حياتي. الست دي اتقلبت بيها الحياة بين يوم المنح والعطاء إلى يوم الفقد والألم. لكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. لو سمحت قل له النهاردة املأ قلبي بسلام. يا جماعة احنا عايشين في عالم كله قلق واضطراب وانزعاج ومشاكل وصعوبات ما بعدها صعوبات. اتصور ان اكتر ناس شغاله النهارده دكاتره الامراض النفسيه، الناس الكآبه في كل منظمه الصحه العالميه الفتره اللي فاتت قالت ان كل سنه 800,000 انسان بينتحروا ومعظمهم من الشباب. بخدم في احد الكنايس من فتره من حوالي 10 ايام اسبوعين. قعدت قبل الخدمه جنب واحد شاب. الشاب يا عيني من كتر القلق والاضطراب واكل ضوافره لحد اللحم، فما فيش فاضل يا دكتور الا 2 مللي كده من الضافر يعني. والولد قاعد يتهز 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 الى الدرجه كرسي كان. قلت له حبيبي في حاجه يا ابني انت اعصابك عندك كام سنه؟ قال لي 21 سنه. قلت له 21 سنه ووصلت لكل ده؟ قال لي ما تعرفش من اللي انا فيه. عشان كده خلوني احط لكم هذه المرأة ازاي عرفت تعيش في سلام برغم كل شيء. عندي عليهم في دقائق ونختم وقتنا مع بعض. الفكرة الأولى سعادة ووفاق. الفكرة الثانية كرم وسخاء. الفكرة الثالثة وقار حياة. والرابعة نبل واكتفاء. 5 مكافأة وهناء. 6 سلام في الأزمات. أول حاجة سعادة. الست دي مثال للست الفرحانة برغم كل شيء وشكرة. إيه اللي حصل؟ رغم إن جوزها كبر وهي كبرت وشكلهم مش هيكون عندهم ولاد بعد كده، لكن هي عايشة في سعادة. أنا مش عارف، في بعض الناس يقول لك لما الواحد يكون عنده ولاد مع مراته يبقوا حبايب مع بعض، ولما واحد ينتقد يقولوا بس ما كانش عنده ولاد. تعرف يا أخي لو كان عنده ولاد كان برضه يبقى عيل من ريحته كده، ولو كان عنده عيال يقول يا عيني ساب العيال وإيه
هو الأحسن. طبعا الأحسن إنه ما يمشيش يعني، لكن في كلا الحالات إن كان عنده عيل يقول يا عيني ساب العيل، إن ما خلفش عيل يبقى بس لو عيل من ريحته. إيه اللي حصل؟ الست دي برغم إن ما كانش عندهم أولاد لكن كانت عايشة فرحان. لكن ما تسربش اليأس إلى قلوبهم. لو سمحتوا كأسر أرجو تنتبهوا للكلام اللي جاي. أنا أؤمن يا أحبائي إن العيل الأولاني بين كل زوجين هو الحب اللي بينهم. فأول ما بيتجوزوا في الكنيسة هم خارجين ربنا بيديهم العيل الأولاني اللي هو الحب. يجي العيل بعد سنة أو أكتر، العيل ده يبقى العيل رغم إنه الأولاني بس هو نمرة 2، والعيلين يبقوا هما 3. أصل الأولاني هو الأهم، هو مين؟ الحب. لأنه ممكن قوي 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 الواد نمرة 2 و3 و4 و17 يسيبوا ويمشي يروحوا يسافر هنا ويروحوا، لكن يفضل الأولاني اللي هو الحب. إذا لو مشينا بالمبدأ ده ولا واحد ما عندوش عيال، لأن كل 2 متجوزين عندهم الحب، بس العيل ده يفضل باستمرار محتاجين يسقوه. أصل لو عندك شجرة محتاج كل شوية تعمل إيه؟ تسقيها وترويها بكلمات الحب، بالعشرة المقدسة، بالاتحاد مع المسيح. لكن الحقيقة الراجل ده برغم إنه ما كانش عنده ولاد كان سهل قوي يسيبها ويتجوز واحدة تانية. والتلفزيون بيعلمنا امرأة واحدة لا تكفي، ولو كان ربنا عاوز آدم يتجوز أكتر من واحدة كان عمل له حواء ألف وب وجيم ودال، لكن امرأة من البدء خلقهما ذكرا وأنثى. كانت تستشير جوزها في كل حاجة، تقول له إيه رأيك؟ رجل الله اللي بيجي عندنا ده راجل مقدس. أنا مبسوط من الست دي قوي. قالت تستنى يا جدع، لا يا أخي نظراته مقدسة، لا ضحكه مقدس، لا ما يتصلش الساعة كذا ويقول مش عارف، لا ربنا مدي الناس حاسة ستة يعرفوا بيها إن كانت الضحكة دي مظبوطة ولا الضحكة دي مش مقدسة. قالت رجل الله الذي يأتي إلينا مقدس. والمرأة العظيمة اللي فقدت زوجها وراحت لإليشع وقالت له عبدك زوجي قد مات وأنت تعلم أن عبدك كان يخاف الرب. أستاذنكم يا مدامات اقفلوا ودانكم. مراتك تشهد انك ابن حقيقي للمسيح، مراتك تشهد انك مقدس، مكالماتك مقدسة، علاقاتك مقدسة، جوزك يشهد انك امرأة مقدسة في السر وفي العلن. مهما تقدمت بينا الأيام كانت موضع ثقة بها يثق قلب زوجها. قالت له عاوزة أعمل رجل الله مكان يقعد فيه، امرأة حكيمة مبادرة مع عظمة. لكن الفكرة الثانية كرم وسخاء. تعمل ايه؟ هما الاثنين اغنياء، يعملوا ايه؟ يقدموا لربنا. يا جماعة اقول لنفسي ولحضراتكم صدقوني سايبينها وماشيين، ولو الواحد في ايده دبلة بيعملوا ايه؟ ولا في ودنها حلق ولا بتاع بياخدوه خسارة ترابية ياخدوه. طب يلا كلنا نقول مع بعض عريانا خرجت من بطن امي، وايه كمان؟ وعريانا اعود الى هنا. قالها معلمنا بولس تلميذ تيموثاوس. يلا قولوا معايا انتوا شاطرين وكلمه ربنا سبب. ان كان لنا شكرا. انت قلتها صح يا استاذ نبيل، مش القوت والكسوه. تقول لي تفرق؟ تفرق. المعرف بلا ما كانش كذا ما كلش، لا حبيبي، وما كانش كده ما البس. قوت وكسوه فلنكتفي بهما. ليه؟ لاننا دخلنا العالم بلا شيء. شكرا. واضح يا ناس ولا مش واضح؟ هي دي عاوزه حاجه دي. واضح اننا لا نقدر ان نخرج منه بشيء. تعمل ايه الست دي؟ تقدم لربنا. يا سلام يا رب، انت تقبل انك تاخد مني؟ ده انا امتياز وشرف. انا مين انا عشان اطلع ابني في كنيستك ولا في بيتك؟ امراه تقدم. ابتدت تهتم ان تضيف الغرباء. في واحد قلبه مليان بالمحبه والحنان، وفي واحد قلبه قاسي. ما كل الناس فقراء النهارده، لو جت عليا انا لا. احبائي ما اجمل الانسان الذي يقدم. لو سمحت
جيبك الصغير لما يفتح على جيب ربنا انت الكسبان. زي ما الترعه الصغيره تفتح على البحر الكبير، تاخد منها ولا تديها؟ الترعه تاخد من البحر بالتاكيد. راحت لجوزها وقالت له انا عاوزه اعمل مكان لربنا في بيتي، لو سمحت. ربنا ليه مكان في بيتك؟ ربنا ليه مكان في بيوتنا. بعضكم يعرف رجل الله الذي احبه جدا من قلبي واشتاق ان اراه قريبا في السماء، اللواء فريد عزت وهبه، كان محافظ جنوب سيناء، كان بيخدم معانا في المقطم، وكان رئيس جمعيه رعايه مصالح جميع القمامه. كان راجل رئيس هيئه الامداد والتموين، وايام انور السادات كان محافظ جنوب سيناء، والى الان في شرم الشيخ عنده شارع باسمه هناك، المحافظين القدام. في يوم من الايام راح في كنيسه ماري مرقس كيلوباترا وحضر الاجتماع، وربنا اتقابل معاه. اول ما روح البيت قال له عنده مكان كده بار فيه بقى خمور ولحاجات. انا ما كنتش افهم لحد ما مره كنت بخدم في قبرص، فواحد قال لي لا انا فاهمك الانواع، ما بستعملهاش بس يعني المهم. فاول ما روح قال لها مراته هات يلا يلا كل الحاجات دي. اتاري الازازه كل ما تعتق كتير، صح كده ولا لا؟ بتبقى يظهر انها اغلى. انا بيقولوا لي كده ما اعرفش، تبقى غاليه. الازازه ليها 30 سنه و40 سنه، ولا هاتي هتعمل ايه؟ قالت له استنى، طب خساره، انت ناوي تعيش مع ربنا وتتوب من قلبك، طب استنى احنا نديها لحد. قال لها لا مش ممكن، مش ممكن اضر حد. رماها في التواليت وقال المكان اللي كان فيه خمر هيبقى مكان كنيسه في بيتي، نجيب فيه صور قديسين، صوره الرب يسوع في النص، كتاب المقدس، نقف نصلي مع بعض. الاشياء العتيقه قد مضت، هو ذا امين، الكل قد صار جديدا. عشان كده الكتاب يقول عاكفين على اضافه الغرباء ولا تنسوا اضافه. قل له افتح ايدي يا رب واديني ان انا اعطي. كل حاجه تاخد منها تنقص، لكن لما تدي لربنا والعمل ربنا انت الكسبان. المسيح دخل بيوت ناس كتير، دخل بيت زكا، دخل بيت تلميذي عمواس، ودخل بيت ليدية. لو سمحت تحب تاخده معاك في بيتك؟ الولاد الحلوين في مدارس الأحد عندهم ترنيمة حلوة يقولوا تعالى يا يسوع بيتنا وبارك عيلتنا واملى حياتنا صلاة. اسمعوني يا أحبائي، سر خراب البيوت في هذه الأيام، البيوت شكلها حلو قوي من بره، مكسوف ان انا اقول كأنها قبور مبيضة من الخارج ومن الداخل عظام نتنة. ياما ناس عايشين في قصور بس متطلقين مع ايقاف التنفيذ. البيت اللي يدخله المسيح ما اجمله. لو سمحت وانت ماشي خده معاك وروح قول له مراتك وقولي لجوزك هنعيش بيتنا هيبقى ملك للمسيح. اصل ليديا لما الرب فتح قلبها كمان فتحت بيتها وقالت ان كنتم قد حكمتم اني مؤمنه. لكن الست دي عملت حاجه كمان جميله وحلوه قوي، في وقار وحياء. طب ردوا عليا لو سمحت، البيت بيتها ولا لا؟ ايوه بيتها، وهي اللي عامله له العليه، مظبوط. اول ما دعاها رجل الله عملت ايه؟ وقفت في الباب. سلام، اصل البركه مرتبطه بالقداسه. خلي بالك لعلك توافقني انه في فرق كبير ما بين الغنى والبركه. حد موافق يا احبائي؟ الفرق بين الغنى، ياما ناس في غنى بس ما فيش بركه، وفي ناس عندهاش يعني وعندها بركه. اصل القليل الذي في يد الصديق خير من ثروه اشرار كثير. اول ما دعاها تعمل ايه؟ وقفت في الباب. ياه انت عظيمه قوي يا ست، انت عظيمه قوي يا مدام. قال بيت بيتي، بس ده راجل غريب، في حدود، في علاقات، في حدود في الضحكه، في الكلام. حتى ولو كانت مرات اخويا، حتى لو كان اخو جوزي، يعرف كل انسان كيف يقتني اناءه بايه؟ بكرامه. دعاها وقف. بص اللي حصل في تكوين 24. لعازر الدمشقي راح يخطب اسحاق اللي هو ابن ابراهيم، وبعدين رفقه معاه على الجمل. بصوا كتابنا يعمل ايه؟ حصل حاجتين مع رفقه. قالوا ندعو الفتاه ونسالها. حلو قوي، مش انا قلت تتجوز ده قلت لا،
كان زمان، دلوقتي ما حدش بيعمل كده، اظن بيحصل العكس يعني. لكن النتيجه جابها معاه. اول ما هم ماشيين كده شافت اسحاق قاعد بيصلي بيتامل كده في الغيط. قالت للعازر الدمشقي: هو مين الشاب اللي هناك ده؟ قال لها: ما هو ده سيدي خطيبك اللي هيبقى جوزك. بص ايه اللي حصل. فاخذ اللي هي رفقه خطيبه اسحاق البرقع فتغطت. ما انساش ابدا واحده من الاحباء اللي جم للمسيح قالت: انا بحب العذراء مريم بتاعتكم قوي. قلت لها: هي طبعا تتحب. قالت لي: اصلها بشعر انها محجبه. تقصد تقول ان لبسها في وقار، ويعرف نقتني إناءنا في ضحكنا وفي علاقاتنا وفي نظراتنا عشان تقول على رجل الله الذي يأتي إلينا مقدس. برغم ان البيت بيتها، وبرغم ان جحزي موجود، لكن هي تعيش في وقار. نقول على أمنا القديسة دميانة القديسة الايه؟ يعني ايه عفيفة؟ يعني العفة هي السيلف كنترول في أكلها، في نظراتها، في ضحكها، في علاقاتها، تعيش في قداسة، في قداسة. وبقول ياما الشيطان خرب بيوت وعلاقات بالخيانات، وكله يمشي والخراب يوصل لأقصى الأماكن. كذلك يجب أن تكون النساء ذوات وقار، حتى في ليلة الحنة، حتى في الفرح. بهذا أولاد الله ظاهرون. تستعجبوا قوي قوي، تقول انت مالك ومال اللبس، والكتاب ماله ومال اللبس. اقول لك ملكه التيمن، ملكه سبأ بتاعت اليمن، لما راحت تزور سليمان شافت سليمان وهيكل سليمان ومائده سليمان وطعام سليمان وخدم سليمان وملابسهم. تفرق؟ تفرق. امين. الفكره الرابعه: نبل واكتفاء. قال لها: يا ست مش محتاجه حاجه. بص تقول له ايه؟ بص، قالت له: انما انا ساكنه في وسط بيتي. مش يسمحوا لي اتكلم معاكم باكتر صراحه. اتوجدنا في ايام الناس بلا رضا. صدقوا، لا الغني مبسوط ولا الفقير مبسوط، لا اللي عنده ولا اللي ما عنده، محدش عاجبه حاله ابدا. مره في المكتب في المستشفى جالي واحد غني قوي قوي قوي، تاجر ذهب وجواهر والماس، واحد يشتكي 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 الى الدرجه الاولى العيب كنت لسه اطلع 5 جنيه واقول له خد اتعشى من كتر الشكوى والقليل. ومع اني عارف انه ربنا يبارك يعني، بس هو كان بيبيع مثلا مش عارف بكام بايه. هنا الست دي قال لها: يا ست مش محتاجه حاجه. قالت له: ده احنا نشكر ربنا قوي. شايف ناس، مش كلكم شباب طبعا، كلكم شباب، بس زمان كانوا يقولوا كده: ايه اخبارك؟ يقول لك الاشياء معدن، وان زادت عن كده ده لسه في ناس تمام الحمد لله، في ان زادت عن كده مسخت. هل في شكر في ايامنا؟ هي دي عيشه؟ هي دي بلد؟ كان زمان هو دي عمله؟ ده كان زمان ده كان انا شفت الدولار كان بكذا والنهارده ويعالم. علامه من ضمن علامات الايام الاخيره ان الناس يكونوا بلا رضا. صلي معايا لو سمحت، قل له: شيل لسان التذمر مني، وتعالوا بينا نقول: فلنشكر. نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. وصدقني اللي عندك مهما كان قليل هو كتير. قالت له: أنا عندي عايشة في سلام، أنا مكتفية، بتدي ومش مستنية المقابل. صلي معايا وقول له: أنا مش محتاج حاجة منك، أنا محتاجك أنت. صلى المرنم وقال له الكلمة الحلوة دي، قال له: كل اللي أنا محتاجه هو أنت. أنا مش محتاج حاجة منك يا رب، أنا عاوزك أنت، ولما أجيك ألاقيك أنت، هلاقي كل الأمان وتتسدد كل احتياجاتي. مكافأة الهنا. قال لها: اسمعي يا ست، زي اليوم ده هيكون معاك يا عيل. في البداية شكت زي ما شكت سارة، ولا معقولة بعد ما عجزت؟ أنا مش عارف يعني أعراض الحمل في سن 90 شكلها إزاي، ولا الولادة في سن 90. وأظن برضه جوجل لو سألته قلت له أعراض متاعب الحمل في سن 80 ولا 90 مش هيعرفها. الست دي قالت له: مش ممكن مش ممكن، لكن أنا هصدق. وعرف ربنا يعمل اللي الناس ما تعرفش تعمله.
حقق الوعد، اتولد الولد، كبر الولد، يروح الغيط مع ابوه المسكن العاقر في بيت. انا بحب قوي اسحاق لما كانت مراته قعدت 20 سنه متجوزه ما تخلفش، وفي الاخر بدل ما ربنا يديها واحد اداها توأم. وكاتب في انجيلي كده: من العقم الى التوأم. قل له عوضني عن السنين اللي خدها مني الشيطان، يا ما بعدت عن بيتك كتير. اشكرك يا رب انك تقدر تحول العقم اللي في حياتي الى اثمار مضاعف. لكن نقطة الفكرة الأخيرة، الولد كبر نشكر الله. وفي علم الأوبستريكس مفيش بريشس بيبي، تعبير بريشس بيبي ده انتهى من العالم، لكن توافقوني إنه العيل اللي جه بعد وقت ده بيبقى له معزة من نوعها. كل الأولاد غاليين وكلهم كبارهم وصغيرينهم ولادهم وبناتهم، لكن برضو الغالي ده بيبقى اللي جه بعد مدة ده وضع مختلف. كبر الولد، دوام الحال من المحال. وحصل ايه وهو في الغيط؟ بابا عندي صداع يا بابا، يا بابا، يا بابا، يا بابا. معرفش سيربرال هيموريج ايا كان، في حاجه في السن ده بتحصل اسمها في المخ، في حاجه اسمها ويلب سيركل، دي بتنفجر فيها انيوريزم كده، تنفجر اي روح الواد عند امه ومات. عاوزك تبص معايا على الصوره ديت، مأساة. الواد اللي طلعت بيه من الدنيا يا ريته ما كانش جه من الاساس، كنا عايشين وشاكرين ربنا وخالصين. لكن كمان ان يبقى الواد موجود ويضيع من بين ايديا، انت كنت بتحنسني يا رب، ليه كده؟ ليه كده؟ اتصور واتجاسر ان انا اقول ما فيش ولا واحد فينا الا في يوم من الايام بص للسماء وقال له ليه عملت كده؟ مش فاهم. أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، لكني أكلمك من جهة أحكام. بصوا معايا بسرعة إيه اللي حصل. ما صرختش، ما بكتش، وما لمتش اللوم على أبوه. ما هو أبوه برضه وقفه في الشمس، ما أنا قلت له ما يروحش. أنا شاطر في الحكاية دي الحقيقة، ومراتي بتصلحني كتير في الحتة دي. يعني دايما لما بقع في حاجة أحاول أرمي الملامة على الآخرين. ولعلي قلت لكم قبل كده وانا صغير، بابا كان دايما يعلمني الدرس ده: لا يعتبر الانسان فاشلا الا اذا ابتدأ يلوم غيره. انت ما خدتش بالك من الولد، كان المفروض خلاص. في الاخر الولد اللي حصل، وفي الاخر الولد مات. ادم كلت ليه من الشجره؟ حواء. وانت كلت ليه؟ الحيه. خدوا عقوبه ولا ما خدوش؟ ربنا يساعدنا ما نرميش بالملامه على الاخرين. تعمل ايه بقى؟ يلا باختصار. بطله مسكت الواد وحطته في العلية اللي هي اديتها لإليشع في يوم من الأيام. صحيح ما دخلتش قبل كده. ووضعته في علية إليشع. ما خضتش جوزها. هتروحي فين يا ست؟ قالت له هات لي حمارة بسرعة، هروح بسرعة. ايه في ايه؟ قال مالكش دعوة، بسرعة. إنسانة تفكر بسرعة وتحل المشكلة. كانت ايه النتيجة؟ أسرعت تستنجد برجل الله وقلبها فاض بسلام. يا عظيمة، انت عظيمه. ده الواحد لو جاله دور الانفلونزا يقول لمراته خلي بالك من العيال. لكن دي امراه عظيمه. هتجري على مين؟ هتصوتي؟ هتروحي للجيران الحقوني؟ لا. انا اليومين دول بصلي صلوه، لو سمحت لو عجبك صليها: يا رب قلل كلامي مع الناس وقلل شكوتي للناس وكتر كلامي معاك وشكوتي ليك. حد موافقني يا احبائي؟ صليها معايا. يا رب اعمل ايه؟ قلل ايه؟ قلل كلامي مع الناس وقلل شكوتي مع الناس. قال المرنم كده: ان انتظرت غيرك انتظاري يطول، لكن ان دعيتك تجيني على الله. راحت عند رجل الله، راحت سجدت عند رجليه وقالت له هبعت معاكي المساعد بتاعي. جه قالت له لا، انا عاوزك انت. قول معايا الترنيمه الحلوه: انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك وتعمل. ابونا يقول لنا حاجه جميله في اشيه الاجتماعات، يلا قول معايا: لاننا لا نعرف اخر سواك، اسمك القدوس هو الذي نقوله، فتحيا نفوسنا بروحك القدوس، ولا يبقى علينا نحن عبيدك موت الخطيه ولا على كل شعبك. راحت لرجل الله
شوف السلام في وسط المصايب. يا ست، يا مدام، أسلام لك؟ سلام. أسلام لزوجك؟ الحمد لله الراجل في الغيط والأشياء معنا الحمد لله. سلام. سلام للولد؟ سلام. استأذنكم دقيقتين هروح أكلمها. انت عملتيها ازاي؟ انت قدرتي عليها ازاي؟ قلتيها ازاي سلام دي؟ جبتيه منين السلام ده؟ انا بحب قوي ابونا ابراهيم. كنت اجتماع ابونا ابراهيم لما راحوا خد الواد اسحاق عشان يقدموا ذبيحه، قال للاثنين غلمان خليكوا قاعدين هنا. حد شاطر يقول لي نصعد ونسجد وايه؟ بالنون ولا ارجع؟ مرجع. هترجعوا انتوا الاثنين، ده تتقدم الواد ذبيحه. انا عارف ان الله يستطيع ان يقيمه من الاموات. صلي معايا. يا رب ساعدني اصدقك اكتر ما اصدق الواقع اللي شايفه بعمل. تقولي ما ينفعش. هو ربنا بتاع اللي ما ينفعش. يا ست ازاي سلام للولد؟ انت الواد ميت وزمانه تلج وانت حطيتيه بايديكي فوق. قول له انا عارفه ان حطيته في العليه، وما دام حطيته في العليه لازم ربنا يستجيب. اسمع يا قديسه مونيكا، الواد ما ينفعش. اغسطينوس ماشي في الحرام وعامل روحه فيلسوف، ده ماشي مع واحده شريره، ده اتجوز الشريره، ده خلف من الشريره. لو سمحتي بطلي صلاه. لا اسمعوني يا احبائي، مش قاصد اقول وعظه، لكن يلا بينا نحط مشاكلنا وظروفنا واحزاننا واوجاعنا عند واحد بس هو اللي يعرف ياخدها. قد ايه قد ايه قد ايه بحب الثلاث المجوس اللي راحوا يقدموا. الاولاني قال له انا غني هقدم لك ذهب، والثاني قال له انا ما اعرفش ما عنديش ذهب بس اسمح لي اقدم لك لبان الصلاه. بس ايه رايك في الثالث؟ ماشي حضرتك من الهند لحد بيت لحم في فلسطين وهو ما حلتوش في حياته غير كانه جه كده قال له حبيبي انا طول السكه من الهند مثلا نيودلهي لحد فلسطين ما لقيتش حد ياخد المر اللي في حياتي. فتخيل حبيبي في يوم من الايام خده وحضره وقال له انا جاي عشان اخد المر بتاعك وبتاع كل انسان. عاوزك بسرعه تفرق معايا ما بين جيحزي لما راح يقوم الولد واليشع. جيحزي خد التعليمات بس ما خدش روح اليشع، ما خدش قوه اليشع. لكن اليشع جاهد واتلزق في الولد وجاء عاوز ولادك يجوا للمسيح التصق بيهم، هاتهم الكنيسه، اسجد وصلي من اجلهم، ابكي بالدموع يا رب ولادي. ايه قيمه الحياه من غير ولادي لما يكونوا ليك؟ ايه كمان؟ فقد الامل. هو جاحظ كده حط العصايه على الواد ما فيش، خلاص ما فيش، يلا يا ست ادفنيه. بس يعمل ايه اليشع؟ يقول لا نيفر تو ليت. يعمل ايه؟ صلى وصبر ووثق في الرب وقال انا مصدق انك تدعو الاشياء غير موجوده كانها موجوده. جيحزي يا احبائي رجع برساله الموت والفشل والياس، بس اليشع رجع بالولد حيا ودافعه لامه. صلي يقول له ساعدني اكون زي اليشع وما اكونش زي جيحزي. عاوزك تبص على الصوره الحلوه دي. فاكرين الصوره اللي فاتت؟ العيل جاي ميت من الغيط، بس المره دي هنا العيل جاي حي من ايدين اليشع. بص اقرا الكتاب يقول لك ايه. اول ما شافت الولد عايش تمسك في الواد؟ لا. عارفه انا لو مكانها هعمل ايه؟ اجري يا حبيبي ده ضايع. بس هي عملت ايه؟ لا ما راحتش للواد، جريت سقطت عند رجليه. رجلين مين؟ سمعوني صوتكم انا خلصت. اليشع. طب ما تمسكي الواد. لا 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 انا مش هتشغلني العطيه عن العاطي. كان عندنا في اعداد الخدام شباب في ثالثه ثانوي، واحد فيهم دخل كليه طب اسنان، فبقول له ان شاء الله نشوفك الاسبوع الجاي. قال لا خلاص بقى يا دكتور احنا لما كنا في ثانوي كنا محتاجين ربنا والحمد لله دخلنا كليه طب اسنان، هنعمل ايه تاني؟ لا لا مش فاضيين، ده شغله ربنا دي الناس الفاضيين. فدلوقتي اركز عشان خاطر
كانت النتيجة في أول سنة جاب جيد امتياز في كل المواد، تاني سنة جاب امتياز في كل المواد، ثالث سنة جاب ضعيف جدا في كل المواد. قلت له يا فلان مش فاهم، أول سنة تجيب امتياز جدا، تاني سنة تجيب امتياز جدا، ثالث سنة تجيب ضعيف جدا. بص في الأرض وقال لي يا دكتور دليلة ضيعتني. هنا عملت إيه الست دي؟ أتت سقطت عند رجلي وعملت إيه؟ سجد. طب والواد؟ الواد موجود، بس أنا عاوزك أنت أقول لك شكرا، نفسك تسجد قدامه تقول له أنت اديتني واديتني أنت لم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرامتك. أنا عاوز أسجد لك، أنا عاوز أشكرك. أنا طول عمري بتذمر ومش عجباني حاجة، مش عجباني مراتي، مش عاجبني بيتي، مش عاجبني ولادي، مش عاجبني جوزي، مش عاجبني حاجة. أنا النهاردة أتت وسقطت على رجلي وسجدت إلى الأرض، وبعديها عملت إيه؟ حملت ابنها وخرجت. صلي معايا يا رب ساعدني ما تشغلنيش العطية عن العاطي، خليني أفهم إن أنا هسيب اللي هنا وهروح عندك. أصل كل شيء بك كان وبغيرك لم يكن شيء مما كان. في البداية قدمت لرجل الله علية يستريح فيها، بس بعد كده قدمت له ابن ميت، وكانت النتيجة قدم لها كمان ابن حي. بس أقول لك فكرة وأقدم روشتة وأختم كلامي معاك. في يوم من الأيام يوسف الرابي راح يوم الجمعة العظيمة، وبالليل روح لمراته قلت له ايه شغلتني عليك طول اليوم ما شفتكش. قال لها اسكتي ده كان حته يوم ما طلعلوش الشمس. بجد الشمس غابت 3 ساعات النهارده. قال لها مظبوط، ده يوم ما طلعلوش الشمس. طب وبعدين؟ قالت له ده كانت يوم، قال لها ده كان يوم صعب. قالت له انا سمعت انه مسكوا المسيح وصلبوه، انت حصل بجد؟ قال لها اسكتي، ما مسكوه وصلبوه ومات. كلم جد. مش عندي سؤال، دفنتوه فين؟ اوعى يكون اللي في بالي ده احنا لما كفانا لسه مكملينها ما فيش اسبوعين 3 ولسه مخلصينها. بعد الشر لو صبحت مت انت ولا مت انا؟ دفنتوه فين؟ اوعى يكون دفنته عندنا. لا بصراحه دفنته عندنا برضه كده. طب نعمل ايه؟ لا ما تخافيش، احنا ادينا له مدفنه بس عليك بخير بعد بكره. يعرف يحول المدفنه الى كنيسه القيام. لو سمحت، عندك احزان في قلبك، عندك آلام في حياتك، عندك ضيقات صعبة، بشجعك النهاردة الوحيد اللي يعرف ياخد المدفنة والمقبرة ويحولها إلى قيامة كل العالم يتمنى يروح فيها. أختم معاك في دقيقة 10 حاجات استفدتها من هذه المرة. أول حاجة، تبتدي السعادة يا أحبائي بوجود المسيح في البيت وليس ما نملكه. حاجة الثانية، أعطوا تعطوا، أعطوا تعطوا. هي مبادئ ربنا كده. تقول لا مش هتدي يقفلك. فكلكم عارفين في علم الآبار كل ما تسحب من البير كل ما المية بتاعته تعمل إيه؟ تحلو. تقفل عليها وتكمكم تعمل إيه؟ تعفن المية. اسحب، خلي ربنا يدي، كل ما تدي كل ما يديك أكتر وأكتر. نمرة 3، الحشمة والوقار في الكلام والعلاقات، ونعرف كيف نقتني بنعمة ربنا إناءنا بكرامة. 4، كل واحد مع شريك حياته كأسر شاور معاه. 2 خير من 1، إذا سقط أحدهما يقيمه الآخر، وويل لمن هو وحده إذا سقط ليس له آخر يقيمه. 5، قل له اديني روح الاكتفاء يا رب، اديني روح الاكتفاء. في مجلة الكرازة الأخيرة سيدنا قداسة البابا الأنبا تودروس ربنا يطول في عمره كتب كلمة جميلة قالها أحد الآباء. قال كده، قال بحثت عن الله فلم أجده، وبحثت عن نفسي فلم أجدها، حتى بحثت عن أخي فوجدت ال3، وجدت الله، وجدت نفسي، وجدت أخي. قولها معايا، بحثت عن الله فلم أجده، وبحثت عن نفسي فلم أجدها، لكن بحثت عن أخي فوجدت ال3، وجدت الله، وجدت نفسي، وجدت أخي. 6، الله يهبنا
ما لا يستطيع العالم أن يقدمه لنا. هو فكرك فلوسها كانت تعرف تجيب لها الواد؟ أبدا. هو فكرك العالم كان يعرف يدي إبراهيم ولا ملك سدوم ولا التاني يعرف يدي إبراهيم يجيب له إسحاق؟ العالم ما يعرفش يسدد احتياجاتنا. واحد بس اللي وقف في كل البشرية وقال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. 7، ممكن ربنا يسمح بالضيق عشان يختبر ضيقتنا ويشوفنا هنحتمي فيه ونرتمي فيه ولا لا. 8، لا يتوقف سلامك على ظروفك، لكن يتوقف سلامك على إلهك اللي ماشي معاك. أصل اسمه عمانوئيل الذي تفسيره إيه؟ الله معنا. طب قولوا كلكم معي مزمور 23: أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شر. مش لأني أنا، لكن الموضوع مش بتاعي أنا، الموضوع بتاعي. لا أخاف شر لأنك أنت معي. 9، حط كل ظروفك ومشاكلك. حلو الناس بتكتب ورقة حطها على المسبح زي ما حزقية كتب الرسائل وحطها أمام الرب في بيته. حط وصدق إن أبوك السماوي يعرف يستجيب. أخيرا، حين يفشل الآخرون ينجح الرب. مين يقول له أمين يا رب؟ ساعدني أعيش لك واعطني لي قلبي بسلام. أختم زي ما ابتديت. مسيحيتنا لا تتوقف أنا عندي إيه، لكن تتوقف فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في القرون يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، فإني أفرح بالرب وأبتهج بإله خلاصي. يلا كلنا نقول مع أمنا العذراء مريم: فقالت مريم تعظم نفس الرب وتبتهج روحي. حضرتك يا أمنا العذراء مريم أنت يتيمة وتربيتي في الملجأ في الهيكل، ولما اتجوزتي مش واحد يعني عنده شيء وشويات، راجل غلبان نجار بسيط. في وسط كل ده تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بإيه؟ مش بممتلكاتي واللي عندي، لكن تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. حد يحب يضيف أو يسأل سؤال؟ عاوز أرنم معاكم الترنيمة الأخيرة: سلامك فائق العقول فينا ومش ممكن يدوب، مهما العدو بيقول مالي حياتنا سلام. تيجوا نرنمها مع بعض؟ يلا مع بعض نرنمها ونختم مع بعض. سلامك فائق العقول فينا مش ممكن يزول، مهما عدو بيقول مالي حياتنا سلام. سلامك قول فينا مش ممكن يزول، مهما عدو بيقول مالي حياتنا سلام. سلام سلام لشعب الرب، سلام سلام لشعب الرب كل مكان. سلام الله سبته لينا مش زي العالم تدينا، ومدى روحك ساكن فينا، شعبك دايما في سلام. سلام الله سبته لينا مش زي العالم تدينا، ومدى روحك ساكن فينا، شعبك دايما في سلام. سلام سلام لشعب الرب كل مكان. سلام سلام لشعب الرب. اختم معاك: وحتى انتهت رجلينا روحك فينا وحوالينا،
لنفوسنا ويهدينا ويملأ قلوبنا سلام، وحتى انتهت رجلينا روحك فينا وحوالينا بيرد نفوسنا ويهدينا ويملأ قلوبنا سلام 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 لشعب الرب في كل مكان سلام سلام لشعب الرب. اختم معايا وصلي من قلبك. يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. الله يعطينا بصلوات أبي أن تمتلئ حياتنا وبيوتنا سلام حقيقي، ولا ينزع أحد هذا السلام من قلوبنا. بعظمة مسيحنا في كريستوس.